أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الأخير من رأي عام الذي نناقش فيه العلاقات الليبية المصرية. سؤال الحلقة هو: كيف تنظر للعلاقات الليبية المصرية في ظل الأزمات المتكررة؟ طبعا يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة. نقرأ بعض التعليقات من فيسبوك. سامي أحمد يقول: ليبيا الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. رضا يقول: ليبيا المفروض يكون موقفها أكثر حسما من المصريين الذين خذلونا أيام الثورة برفضهم إقفال قنوات النظام السابق. أكتفي بهذا القدر. أحمد الزيداني: إن شاء الله تكون من أفضل العلاقات مع مرور الوقت. وحسن يقول: من المفترض تقنين العلاقات مع الجارة مصر والحفاظ على العلاقات حسنة بين دول الجوار وعدم خسارتها. ينضم إلينا أحمد من مصراتة وخليفة من مصراتة أيضا. أهلا بكم أحمد وخليفة. أحمد، هل تتأثر الشعوب بخلافات الحكام؟ أحمد. ألو. أحمد من مصراتة. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أحمد، هل تتأثر الشعوب بخلافات الواقعة بين الأنظمة؟ تتأثر. نعم، كيف تتأثر؟ تتأثر بجميع المصالح بين البلدين. أحمد. أيوة. تتأثر الأنظمة، تتأثر فيما بينها، لكن الشعوب هل تتأثر بأزمة نظام حكم ونظام وحكم آخر؟ تتأثر الشعوب. كيف تقرأ ذلك؟ هي اللي تدفع في الثمن. أحمد. الشعوب هي اللي تدفع في الثمن. طيب، أشكرك أحمد من مصراتة، وانتقل إلى خليفة من طرابلس. خليفة، أحمد يقول تتأثر الخلافات بين الحكام، تتأثر بها الشعوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن في السابق صح، لما كانت أنظمة دكتاتورية شمولية كانت صح، لأن هم كانوا فيما بعضهم يختلفوا، يقطعوا في العلاقات، يقطعوا في العلاقات الاجتماعية، يقطعوا في يعني قبل صح، لكن تو لا. خليفة، لو ترفع الصوت قليلا. قلت لك قبل في الأنظمة الشمولية الدكتاتورية قبل صح، أيامات مبارك والقذافي الدكتاتور ممكن صح، لكن تو لا. وبنتكلم أنا على ملف مصر وليبيا، على الأزلام اللي ما سلمتهمش مصر لليبيا. ألو. طيب، أشكركما خليفة من طرابلس وأحمد من مصراتة. ينضم إلينا جمال من البيضاء وعبد الباسط من جدابية. جمال، كيف تنظر أو تقيم العلاقات الليبية المصرية؟ والله مصر دولة شقيقة ودولة من الدول العربية الكبرى اللي لا نستغني عليها، لكن نحن في قصة الحدود نحن ما لناش عزة بحد. حدودنا عندنا 2000 كيلومتر بحر، نأمنوا الحدود، نقف الحدود. شنو اللي جانا من الحدود؟ ما تجينا جميع المصايب، نقف لحدودنا إلى أن تستقر ليبيا. لكن جمال أزمة الحدود هذه حتى كبرى الدول الولايات المتحدة تعاني من حدودها مع المكسيك، يعني هذه الولايات المتحدة مستقرة، نحن نقف للحدود إلى الاستقرار. بعد المشكلة ليس في الاستقرار، المشكلة في كيفية السيطرة على هذه الحدود. كيف السيطرة؟ نعم جمال. السيطرة بطريقة علمية، تبي أمن، ما تبيش كعملية، تبي عملية أمنية قوية، تبي دولة قائمة باش تسيطر على الحدود. طيب. نحن في الآن في ثورة، ماناش قاعدين مازال لما نسيطروا على الحدود تبيلة، لكن نحن نقف للحدود، هذه من ضمن الخطط الأمنية، ونفتح البحر 2000 كيلومتر، جميع متطلباتنا من البحر لمصلحتنا. طيب، أشكرك جمال، وينضم إلينا عبد الباسط من جدابية. عبد الباسط. وعليكم السلام. جمال يقول بأن ينبغي ضبط الحدود لاستقرار العلاقات ربما مع دول الجوار، ومن بينها مصر بالطبيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصر دولة شقيقة، ونحن الشعب المصري يمكن له كل تقدير واحترام، ومصر ديما مصبية معانا وما عندناش معاها مشكلة، وليبيا لا يمكن يصير منها بدون مصر. مصر دولة عريقة وعندها مؤسساتها وشعبها صديق، وعندنا به علاقات مصاهرة وغيرها وجوار. لكن قصة الحدود، احنا لما نتكلم عن الحدود، حدودنا نحن تدير عصابات من عندنا. توا لما تجي سيارة بالجرار معبية بضايع ساسته، هذه مش جاية مع الجو ولا جاية مع البحر، هذه جاية مع القطران. لكن محمد،
عبد الباسط ليس الخلل في صاحب البضاعة، الخلل في المراقب الذي مرر هذه البضاعة وادخلها للبلد. الحسابات اللي حاطينها نحن في البوابات هي اللي تخشش في المشاكل هذه. احنا جماعتنا هم اللي يخشوا في المبايع الفاسده، وهم اللي يخشوا في الناس بتاعين الهجره غير الشرعيه، ويجيبوا لنا في الترامادون وغيره. الجماعه اللي في البوابه انا ما نقولكش كلهم، لكن بعض منهم فاسدين ياخذوا في رشاوي ويجيبوا في مبايع فاسده. طيب. بالنسبه لمصر اشكركما جمال من البيضاء وعبد الباسط من جداب. ينضم الينا محمد من مصر ومراد من طرابلس. اهلا بكما محمد ومراد. محمد، كيف تقيم بصفتك كونك مصريا، كيف تقيم العلاقات بين الجارين مصر وليبيا في ظل الأزمات الحادثة الأخيرة؟ محمد؟ أيوة. كيف تقيم العلاقات الليبية المصرية في ظل الأزمات التي حدثت في الآونة الأخيرة؟ والله هقول لك على حضرتك على حاجة. هو أولا علاقات مصر وليبيا ما فيش شعب من الشعبين هيقدر يأثر عليها، العلاقات وطيدة طول عمرها. ليبيا ما تستغناش عن مصر ومصر ما تستغناش عن ليبيا. محمد، لكن هل الخلافات بين الأنظمة الحاكمة تتأثر به الشعوب؟ طبعا الخلافات الأنظمة بتتأثر، بتيجي على الشعوب، لأن الشعوب هي اللي بتتأثر بالسياسة، مش الناس الكبيرة اللي بتتأثر بالسياسة. بمعنى محمد، إذا اختلف نظاما حكم في بين ليبيا ومصر، هل يتأثر به الشعبان في مصر وليبيا بأن يقطعا العلاقات وكذا؟ على فكرة أنا قاعد في طرابلس، أنا قاعد في بنغازي، مش قاعد في مصر كمان، أنا بخدم هنا في بنغازي. طيب، من بنغازي. بس صعب أخويا اللي الشعوب تتأثر الاثنين بأي حاجة، لأن ده في نسب وفي دم وفي صلة رحم ما بين الاثنين، في كل حاجة ما بين المصريين وما بين الليبيين. إنما حكاية اللي إحنا بنسمعه عن السياسة وعن الكلام ده، الشعب مش شعور الكلام ده. المشاكل دي ما بين دولتين، الناس الكبيرة هي اللي بتعمل مصالحها بس أخوي. طيب، مش احنا، المصالح دي خاصة بيهم هم. طيب، بدليل احنا في مصر دلوقتي كنا تعبانين، وحضرتك عارف الوضع السيء اللي كان موجود في مصر. طيب، أشكرك محمد من بنغازي مصري الجنسية. وينضم إلينا مراد من طرابلس. مراد، محمد يقول لا مصر تستطيع أن تستغني عن ليبيا، ولا ليبيا ينبغي لها أن تستغني عن مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا نأيد كلام الأخ المتصل، وبالتأكيد هذه علاقة تاريخية ولا يستطيع أحد أن يؤثر في هذه العلاقة سواء كان نظام أو أشخاص معينين، ولكن كل هذه المشاكل ستنتهي عندما ينتهي الأشخاص اللي سببوا فيها المشاكل هذه مشاكل مجرد أشخاص، قرارات أشخاص، سياسات أشخاص، يعني يحاولوا أنهم يخلقوا بلبلة بين الشعوب. وما ننسوش أن فيها قضية قومية عربية إسلامية توحدنا كلنا كعرب وكمسلمين، واكيد العدو متربص بالوحده العربيه هذه ويحاول انه يفشلها عن طريق اشخاص عملاء. طيب، اشكركما محمد من بنغازي ومراد من طرابلس. ينضم الينا عبد الحميد من سبها واسامه من طرابلس. اسامه، المتصل محمد مصري الجنسيه يقول بان الشعوب لا علاقه لها بالسياسه او ما يفعله الحكام في البلدين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. طبعا بالنسبه نبي نقول لك بالنسبه للعلاقات المصريه الليبيه، طبعا في ايه في القران تقول واما بنعمه ربك فحدث. طبعا نعرف احنا بليبيا بان قبل تقريبا 6 اشهر اودعت في البنك المصري ما يقارب 2 مليار دولار. فطبعا امتى مثلا دول خليجيه تودع في اموال وكذا، واحد يبدا الخليجي هو طبعا اكيد اخوتنا مصريين وكذا، لكن ليش قصدي الليبي يلقى في معامله سيئه بكل صدق؟ ألم تعلم يا أخي بأن العمالة في طرابلس وبنغازي يصل العامل إلى 60 دولار و70 دولار، غير موجودة حتى في أوروبا يا أخو سامرة. ما بكل صدق احنا نتكلموا، أنا عندي أصدقائي حتى في الكويت وكذا، أنت تتكلموا حتى عن العمالة يقول لي أنتم أسعار خيالية، احنا ماذا بينا قصدي أموالنا تمشي مثل أخوتنا في مصر وتونس ودول عربية وإسلامية، لكن في نفس الوقت أنا أنت نمشي مثل الدول هي نكون أقل حاجة إنسان محترم. انت في الخليج يا سيدي، في دول الخليج عندهم شيء اسمه الكفيل، اي العامل كانه عبد يا سيدي، لكن في ليبيا يلقى معامله طيبه وكذا، واحنا المفروض ان الشخص يكون اقل حاجه اضعف الايمان، لان السيد المحترم سفير ليبيا
سفير مصر في ليبيا السيد محمد أبو بكر حينما صار اختطاف بعض الدبلوماسيين وكذا، قال والله مثلا ليبيا هي اللي محتاجة. نقول له يا استاذ محمد لو كان ليبيا محتاجة. طيب. أشكرك حميد من سبها وأسامة من طرابلس. أنتقل إلى خليل من طبرق وعبد الله من الزنتان ومحمد من الزنتان. أهلا بكم خليل ومحمد. خليل، حويل من طبرق. حويل، كيف تقيم العلاقة الليبية المصرية؟ للأسف العلاقة المصرية الليبية هي في تدهور بحكم هي في ماذا حويل؟ هي في تدهور من قبل الناس الذين هم يؤمنون الحدود. هناك ضعف في تأمين الحدود أدى إلى ضعف العلاقات المصرية الليبية. هي مصر على مر التاريخ هي كانت دائما سباقة في فعل الخير ودعم الشعب الليبي على مر التاريخ. منذ الاحتلال الإيطالي والاحتلال التركي كانت مصر دائما سباقة في دعم الشعب الليبي، وبالتأكيد العلاقات تتأثر. طيب، أشكرك حويل وأنتقل إلى حميد من سبها. تجاوزناه عذرا. حميد انقطع الخط معه. محمد من زنتان. محمد، حويل يقول العلاقة بين مصر وليبيا تاريخية وخاصة في الغزو الإيطالي وغير ذلك. كيف ترى حضرتك العلاقة الليبية اليوم من خلال الأزمات التي تحدث؟ محمد الزنتاني انقطع الخط. ناجية من طرابلس تنضم إلينا. ناجية، المتصل حويل من طبرق يقول بأن العلاقات بين مصر وليبيا هي تاريخية وراسخة وقديمة، لن تتأثر بهذه المشاكل الحادثة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا. قبل كل شيء احنا نعرف وندرك أن العلاقات المصرية الليبية لها تاريخ عريق، ولكن نحن في بعد ثورات الربيع العربي أصبحت في سلبيات في هذه العلاقات. احنا الآن عندنا مطلوبين في مصر، والمطلوبين يكفي ان احنا درنا في القضاء المصري وما سلمش القضاء المصري. احنا يجب ان احنا في طور بناء مؤسسات الدولة يجب علينا اتخاذ خطوات جبارة حيال هذه العلاقات. تأثيرها السلبي على المجتمع الليبي وعلى القوم الليبي. يجب علينا قطع العلاقات وقفل الحدود حتى البرية والجوية. طيب نجية، هل قطع العلاقات وقفل الحدود سيأتي بنتيجة سيجعل مصر تسلم هؤلاء المطلوبين؟ فائدة للمصريين. احنا عندنا ليبيين مجندين لهؤلاء الأزلام هناك، ليبيين يوصلون في مبالغ عقاراتهم، وليبيين مفتنين بين داخل المجتمع الليبي. طيب، أشكرك نجية. انضم إلينا المتصل الأخير نصير من النوفلية. نصير، نجية تقول بأن قطع الحدود، قطع العلاقات وإقفال الحدود هو الحل. لا لازم يكون حل هذا. مش هذا الحل. مصر مستحقة ليبيا وليبيا مستحقة لمصر في نفس الوقت. مش هذا الحل. العلاقات مش ضروري تنقطع بين مصر وليبيا. طيب، دولة شقيقة مصر ونستحق لها تستحق لنا وما يصيرش منا كلام. طيب، أشكركما نصير ونجية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. تقبلوا تحيات الفريق وإلى اللقاء. في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook/رائعام.com، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@النبأ.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية.